سلامتك خويا. اهلا وسهلا ومرحبا. هاي فتحت الكاميرا، كنت حنسقسيك بعد. عشت المغاربه واش ناقصين اخبارك؟ والله. خويا؟ بخير الحمد لله بخير. مشكور دائما، مشكور دائما على تلبية الدعوة خويا، استفاد. واللايف لايفك. مرحبا بك في اي وقت، بالرغم من اني مدرك اليوم المواضيع الله يبارك راهي بزاف وعندك الانشغالات، وهذا الشيء اللي يخليني نزيد نشكرك مرة اخرى. شوف بلا ما تعزيز الله نطولوا، يخليك. راني على بالي بك عيان، بلا ما نطولوا نحاولوا وقت ما تيساعدك نكملوا اللايف. تمام. نبداو بالزياره. انا حبيت نحكي اليوم على الزياره وعلى الخطاب. الزياره كيفاه بدات؟ الاهتمام الاعلامي، الترويج لها، الكلام على الصفقات، الكلام على الخطاب، وكاينه واحد النقطه اللي هي الاستقبال. واش رايك انت في الاستقبال، خاصه انه شهدوا حضور العائله الملكيه كامله، بخت الملك، بخو الملك، بولدو، بنته، وهو ظهر بالعكاز. ويسمحوا لي يعني بعض المراركه ناس شبهوه بشارلو شابلين بالعكاز تاعو هذاك، هو مايل هكاك ودار. هل انت تشوف باللي الصحه تاعو اللي ما سمحتلوش مثلا انه في لقاء الولات يوقف وسمحت له انه يتلاقى بماكرون، تشوف فيه امر طبيعي؟ والشيء الاخر كيفاه قريت، لاني من بعد نعطيك واحد الصوره كيفاه قريت حضور كل العائلات تما، خاصه انه على بالنا كاين نوع من الصراع وفرنسا تغلب جناح على جناح. كيف تشوف كل العائله كانت مجتمعه تما؟ تمام. اولا زعما من ناحيه الشكل اعلاميا، قبل ما نتحدث على ما يتعلق يعني بالاستقبال والاشارات اللي كانت فيه واضحه، وهذا الشيء كذلك اللي تحدثت عليه سابقا فيما يتعلق يعني بالتيارات والصراعات، نقول واحد المساله اللي هي مهمه جدا. ما يتعلق يعني بالاستقبال او كذلك بالتغطيه الاعلاميه للاستقبال واي نشاط ملكي، خاصك تفهم بان المغاربه تيردوا من الحبه قبه. يعني استقبال ديال الملك تعتبر بانه من اهم الاستقبالات على المستوى الدولي، على الرغم من ان دول تتحرك على الوزن الثقيل، على سبيل المثال روسيا، الصين. سابقا كانت المانيا، انتقلت وزاره الخارجيه الالمانيه انتقلت الى الصين، وتم كذلك اهانتها مباشره بدون اي وجود ديال كذلك ديال الوفد ديال الاستقبال ولا غيرها. حتى السجاد الاحمر ما توجد، هذه المانيا مع الصين. ثم كذلك ما يتعلق كذلك يعني بامريكا، هذا نمط عادي. ولكن احنا عندنا الاشكال داخل المغرب هو ان هذا الضعف كذلك في النشاط الملكي اللي يرتبط كذلك بالصحه ديالو بالصراعات على المستوى الداخلي، تيجعل من المغاربه يكبروا الحجم ديال هذا الاستقبال وكذلك هذه الزياره ديال ماكرون، تيجعلوا منها مساله اللي هي تاريخيه، مساله كذلك اللي هي تغير كيف اللي تحدث عليها الصحافه المغربيه بانها يعني واحد الزياره نقطه تحول داخل المنطقه وغيرها كذلك من الامور. لا توجد اي نقطه تحول، ولن يتم تغيير اي معادله، لان فرنسا تعلم جيدا بان هناك اطراف اللي هي قويه جدا داخل المنطقه، تعلم جيدا بانها ضعيفه ومنبوذه على المستوى الافريقي، وتحاول ما امكن العوده الى افريقيا عبر البوابه ديال المغرب. هذا على المستوى ديال الشكل. ولكن التغطيه الاعلام وكذلك التركيز على لي ديتاي، اللباس، على كذلك المشي، على كذلك ما يتعلق بالفخامه وغيرها كذلك من الامور، هذه شكليات تقدر بانك تستحمر بها المغاربه، على سبيل المثال يستحمروا بهم المغاربه باش يبينوا لهم بشكل او باخر بانهم يعني من البروتوكولات الملكيه، بانها لا توجد وبانها منعدمه، وكذلك الندره ديالها. بالاضافه كذلك الاهميه ان الملك لا استقبل احد الاطراف الا وان يعني غادي تغير المجرى ديال العالم، غادي تغير. لا اخي الكريم، انت دوله ضعيفه مستلبه، غير كذلك هامشيه. المغرب دوله هامشيه، لم يتم كذلك الاعتماد عليه لا في الملف الفلسطيني، لا كذلك تم طرده من الملف اللبناني، لا الليبي اعتذر، تم كذلك لا حضور له داخل المنطقه ديال الساحه والصحراء، لا حضور له كذلك افريقيا، لا يتوفر كذلك على اي نفوذ على المستوى الاوروبي، فقط ماروكو جيت والتجسس بيغاسوس وغيرها. يعني المغاربه يعني حتى ذاك الفشل على المستوى كذلك ذاك الدنيا، ذاك كذلك يعني ذاك الاستياء على المستوى الداخلي، تيحاولوا يركزوا على معطى وكذلك على محطه باش يضخموا منها. هذه فقط فرنسا انتقلت الى المغرب باش نكونوا واضحين. فرنسا انتقلت للمغرب، وفرنسا تم طردها واهانه ماكرون. اكثر الاهانات تلقاها ماكرون هي خلال السنه الماضيه وكذلك 2023 2024، انه اكثر الاهانات اللي تتلقاها اي رئيس ديال كذلك ديال الجمهوريه الخامسه الفرنسيه هي ما تلقاه ماكرون باستياء، وتم طرد الجنود ديالو، طرد كذلك الشركات ديالو، تم كذلك طرد حتى الدبلوماسيين ديالو من مالي واهانه فرنسا.
واليوم يتم تضخيم فرنسا وكأنها هي تلك يعني الدولة النافذة، الدولة القوية، الدولة التي ستغير المجرى ديال افريقيا. يعني هذا فقط يعني الكلام ديال الصحف، وكذلك كلام في محاولة كذلك الى التاكيد بان الاختيارات ديال المخزن نفس الامر. نذكروا كذلك المخزن المغاربه بان نفس الامر تعلق بالتطبيع، نفس الحيحه ونفس كذلك هاد البروباغندا تعلقت باسرائيل، والزياره ديال اسرائيل سوف تحسم في الملف ديال الصحراء الغربيه. الزياره ديال اسرائيل ستجعل من المغرب بانه دوله قويه. الزياره ديال اسرائيل ستجعل كذلك من الدوله المغربيه بانها دوله قويه اقتصاديا وعسكريا. الزياره ديال اسرائيل ستقوم كذلك يعني كذلك يعني عموما ضحض هذا الدول ديال الجوار. نتحدث بشكل هو اساسي كانت موجهه ضد الجزائر، وستجعل من المغرب بانه دوله قويه في كذلك خلال 2030. وهذا ما تحدث عليه حتى الصحف الاسبانيه وكذلك. ولكن اليوم اين هو المخزن؟ اين هو المخزن من الملف ديال الصحراء الغربيه وملف كذلك فيما يتعلق بالقوه ديالو العسكريه؟ واين هو المخزن اليوم والمغاربه اليوم من الاقتصاد ديالهم، من الجوع وكذلك من الفقر ومن البطاله، بالاعتراف ديال من؟ بالاعتراف ديال الرئيس ديال الحكومه، وبالاعتراف كذلك ديال المندوبيه الساميه التخطيط، وبالاعتراف كذلك التقارير الوطنيه قبل من التقارير الدوليه، من التضخم وكذلك من الرداءه ديال الاقتصاد ومن الفساد وغيرها كذلك من الامور. بالتالي ما نحاولوش باننا نعطيو مساله اكثر من الحجم ديالها. هذه زياره شكليه، هذه الزياره من ضمن كذلك مجموعه من الزيارات التي تشهدها كذلك تطورت على المستوى الدولي. نعود على المستوى ديال الاستقبال، كان واضح جدا، تحدثت عليه الصحف الفرنسيه، تحدثت كذلك عليه الصحف البريطانيه، الصحف الاسبانيه، تحدثت عليه كذلك الصحف ما يتعلق كذلك يعني بالامريكيه. كلها اكدت على مساله اللي هي مهمه جدا، بان هناك صراع كان قوي جدا داخل القصر العلوي ما بين العمات، بالاضافه كذلك الى رشيد الطرف اللي هو اقوى، يريد الحصول وكذلك السيطره على العرش، يريد الحكم. وهذا كذلك ما اثرته احد الصحف بواحد الشكل اللي هو دقيق جدا، ما اثرته كذلك الصحف الفنزويليه. احد الصحيفه تنذكر الاسم ديالها السور تي في الفنزويليه، بسبب القرب ديالها وكذلك بسبب كذلك معرفتها بالمخابرات الامريكيه، كشفت بان هناك صراع اللي هو قوي جدا ما بين الامير رشيد وما بين كذلك من يدعم الطرف يعني الابن هذا عموما البرهوش، الابن غير الشرعي اللي غادي يكون. حنا ما فهمتيني، حنا ماشي بصدد ان كذلك باننا يعني نتحدثوا على الصفه ديالو، ولكن هذا الابن، هذا ولي العهد. فرنسا منذ كذلك الاعلان من طرف جون افريك، المقال الصادر من طرف جون افريك الذي اكد على انه لا يوجد صور. هذه فرنسا تحدث قبل سنتين او سنه ونصف، تحدثت في واحد المقال وهي مرتبطه بالمخابرات الفرنسيه، قالت بانه لن يتم هناك مسار واحد للانتقال كذلك السلطه. هي اللي تحدثت، ماشي حنا اللي تحدثنا. هذه جون افريك خاصكم تبحثوا من هي جون افريك. بالنسبه كذلك المغاربه اللي ما تعرفوش من هي جون افريك، هذه المخابرات الفرنسيه قالت بانه لن يكون هناك اي كذلك يعني المسار الا انتقال السلطه للابن. وبالتالي هي تحيل على ان هناك خلاف، وكذلك تعزز الفرضيات، وكذلك يعني ما تبقى من المقالات الصادره من طرف الصحف البريطانيه وكذلك الصحف الامريكيه والصحف الاسبانيه. هناك خلاف اللي هو قوي جدا. يوم امس في الزياره كان خاصو غير يجيب ولد عمو ولد عمته وكذلك ولد خالته، يطلعهم كلهم، يجيبوا شي مصه اللي هي كبيره ويطلعوا كلهم باش يستقبلوا ماكرون. هادشي اللي كان خاصهم حقيقه. ولكن هذا الخلاف ظهر جليا. فكرتني كي قلت ولد عمو هذاك، واحد العام الناخب الوطني الجزائري سقساوه قالوا له علاه ما استدعيتش اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، قال لهم سي با زان مارياج، ماهوش عرس انا باش نجيب فلان وفلان. هادو الاستقبال جاوبوا كل القصر الملكي فرغوه، ما ظنيتش واقيلا بقى الحارس برك اللي في القصر الملكي تماما. دابا هذا هو اشكال هو ان حضرت لنا يوم امس طيارين اللي هما واضح جدا بانهم خلاف اللي هو كبير جدا ما بين الابناء ديال محمد السادس والتوجه ديالو انه بغى يخلي يعني العرش يولي العرش الابن ديالو الغير الشرعي، وما بين كذلك ما يتعلق يعني بالاخوات والاخوه ديال الملك والاخ وكذلك الاخوات ديال الملك محمد السادس. كانوا عندنا حاضرين طرفين، كان حاضره مريم ورشيد، وكان حاضره ما يتعلق بالحسن. واول ظهور رسمي منذ 2019 الى حدود الان كذلك يعني الابنه او عموما الخديجه. هذا سؤال، لماذا السبب؟ شنو هو السبب ديال الظهور ديالها حاليا؟ شكون اللي دعمها باش تظهر؟ شكون اللي قام بالضغط من اجل انها تظهر؟ وهي ما تظهر حتى في المناسبات العاديه.
10 ديال الظهر دابا حاليا في هذا اللقاء، وخلقوا لنا صفين، ثم حتى استقبال 4 الاشخاص. علاش 4 الاشخاص؟ حنا نقدروا نتقبلوا بان عموما يعني الابن بانه يكون يعني وراء. تفضل. بدر نعاد لك واحد الصوره برك، سامحني ونتمنى نكون غلط، اكد لي الا كان راني غلط ولا لا. نعاد لك واحد الصوره. البارح انا هذه فيما يخص الاستقبال هزيت واحد هاد لا فوتو، الصوره هذه اللي فيها لهنا رشيد وفيها الابناء تاع الملك منا. شوف كي درت عملت الزوم، هذا رشيد. اصلا نبدل الفلتر باش تجي الصوره اوضح. هذا رشيد راه يشوف معاهم هما الاثنان. تمام. بالك راني غلط. كاين وهذه راهي الصوره الاخرى اللي شفتها حتى هي تشوف مع عمتها، وهذه راهي هي كيفاه راهي تشوف معاه. وفي نفس الوقت الامير شوف نفس لا فوتو كيفاه راه يشوف معاه. تمام. ما على باليش اسكو هل هذه مثلا تشوف فيها انت باللي تعكس جزءا ولو قليل من الصراع اللي راه داير. لا ماشيش فقط يعني حتى على المستوى ديال الصور، وكذلك يعني التجسيد اللي هو، وكذلك التعبيرات الجسديه، حنا ما غاديش نتحدثوا فقط عليها، ولكن الحضور ديال فرنسا يعني كان غريب جدا ان 4 الاشخاص، حضور فرنسا من طرف ماكرون وحاضرين 3 الاشخاص اللي تحدثوا عليه. وكانت تسريبات يعني سكوب بزاف ديال لي سكوب خرجوا، ولكن غادي نعتمد على واحد السكوب. قالوا بانه غادي يكون الاستقبال بسبب يعني كذلك يعني الضعف ديال محمد السادس. كانت الاراده ديالو بان ولي العهد هو اللي يستقبله مباشره. هذا هو السكوب اللي كان، هذا هو النقاش والخطاب اللي كان داير. ولكن تدخل الامير رشيد بشكل هو قوي ومنع بانه يكون حضور فقط يعني للابن، وبانه يستقبلوا. فهما نزلوا بالثقل ديالهم باش انه يكون الاستقبال. يعني يقولوا لفرنسا بشكل هو اساسي هذا الملف ديال الصراع انا ما غاديش تحسم فيهش، ما غاديش تحسم فيه فرنسا، اي ان الخلاف اللي هو كبير جدا. وهناك كذلك واحد النوع ديال الصراع اللي هو كبير وفيه كذلك فاعلين اللي هما خارجيين، ومرفوض بانه يتم الخضوع لفرنسا. هادشي اللي هو الصوره اللي كانت اليوم امس، بان رشيد جاب القوه ديالو تيقول لهم بانني انا معايا بريطانيا، انا معايا كذلك امريكا، انا معايا كذلك اسرائيل، وما نقدروش باننا احنا نعتمدوا فقط فرنسا، وان فرنسا غادي تحسم في هذا الموضوع، او ان فرنسا هي غادي تقوم يعني بترتيب يعني المنزل الداخلي ديال القسم بهذا الشكل. يعني غريب جدا الحضور ديال 4 اشخاص. لا كان من الممكن بان يكون حضور ديال شخصين، كاكثر تقدير هو يكون حضور كذلك 3 اشخاص، ولي العهد وكذلك الطرفين الاخرين رؤساء ديال الدول. ولكن كي غادي نوضعوا حنايا الولي العهد الثالث اللي هو يعني رشيد في اي محطه، شنو هو الصيغه اللي غادي نقدروا باننا نوضعوه فيها، وكذلك غادي نوضعوه في اي اطار. هذا الحضور ديالو هو بدون اي، ما عندوش ما يتعلق كذلك بمناصب، ما عندوش كذلك واحد النفوذ، هو يعتبر بانه اسره علويه، عندهم المارشيات ديالهم، عندهم كذلك الصفقات ديالهم، عنده واحد المجال ديالهم، عندهم كذلك يعني بعض الاختصاصات وكذلك بعض المهام اللي هي جانبيه ماشيش مهمه، ماشيش ثقيله، وما منصوص عليها حتى دستوريا. عموما حتى رجعنا للوثيقه الدستوريه نتحدثوا بشكل صريح. الوثيقه الدستوريه لا تقوم بالحديث على ولي العهد في المرتبه الثانيه او في المرتبه الثالثه. الوثيقه الدستوريه لا تتحدث على ولي العهد مباشره. تقدر تتحدث على ولي العهد وتقدر بانه تمنحوا له اختصاصات، ولكن الامير رشيد شنو هو السبب ديال الحضور ديالو؟ هذا سؤال اللي هو ثقيل ومهم جدا. وبالتالي اللي كان يوم امس هو ان هناك اطراف داخل يعني العمات او الاعمام والعمات رفضوا رفضا باتا هذا التدخل ديال فرنسا واستجاد ديال محمد السادس بفرنسا لترتيب البيض الداخلي. فاضطروا فيه بانهم يديروا جناحين، جناح ديال الابناء وجناح كذلك ديال الاعمام بهذا الشكل. يعني كان وحضروا في مختلف كذلك في مختلف اللقاءات اللي كانت تحدث على واحد السكوب اللي هو مهم جدا. سكوب صدر من طرف فرنسا بالمناسبه، يعني احد الصحف وكذلك الصحف الفرنسيه قالت بانه غادي يكون اجتماع لمده ساعه. اعتقد بان لوديسك هي اللي كذلك شرحت هذه المساله. لوديسك جات بواحد التحليل اللي هو مطول، تتحدث على الساعات ديال الزياره ديالو، فوقاش غادي تكون الزياره ديالو، على اي اساس، كذلك يعني الاجتماع ما بينه وما بين الملك محمد السادس شنو هي الطبيعه ديالو. قالوا سريه، وقالوا سيمتد لمده ساعه سريا يعني هو وياه. ولكن منع هذه المساله، هذه المساله ما تماتش. كان في جميع المحطات كانوا حاضرين يعني الاخوه ديال الملك محمد السادس، كل من الامير رشيد وكذلك ما يتعلق هذا عموما مريم، وكان حاضر حتى فؤاد علي الهمه.
الى تنظر كان من المناسب يوم امس بانه يكون حاضر ولي العهد، ثم ولي عهد كذلك في المرتبه الثانيه اللي هو الامير رشيد، ويكون حاضر بالمناسبه هشام باعتبار انه ولي العهد الثالث، ولكن اللي كان حاضر هو فؤاد علي الهمه مباشره. حتى يعني في توقيع الاتفاقيه كانوا حاضرين وكانوا واقفين على الاشغال، وبالتالي حنا تنتحدثوا على ان كل اللي كان مبرمج في هذه الزياره ما بين الاطراف بشكل هو رسمي وياخذ الطبيعه اللي هي رسميه تم تغييره بشكل هو عنيف. ولا توجد اي لقاء اللي هو تم ما بين الملك محمد السادس وما بين فرنسا وما بين ماكرون بشكل هو رسمي اللي تحدثت عليه الصحف لو ديسك بشكل هو اساسي، قالت بانه فيه ساعه ديال الزمن غادي يكون سري، ما تحدثوش، ما كانش هذا اللقاء. هذا اللقاء اللي هو كان غادي يجمعهم بشكل اللي هو علني رسمي ولكن غادي يكون فيه تحفظ اللي هو كبير، ما تمش، لان كانت كل محطات كذلك ديال الزياره وكذلك ديال الاستقبال كانوا حاضرين فيها الاخوات ديال الملك محمد السادس. هذا تعني بانه بشكل هو اساسي كان واضح يوم امس بان هناك خلاف اللي هو كبير جدا، بان الاخوه كذلك الاخوات ديال الملك محمد السادس يرفضون رفضا باتا ما يتعلق بالتدخل الفرنسي، بانهم غير متوافقين على هذه المساله، وبانهم كذلك يعني عندهم واحد التحفظ او عموما بانهم يعني مستائين من العوده الى فرنسا او كذلك باللجوء محمد السادس الى فرنسا. سي بدر، البارح اعلن عن 22 اتفاقيه بقيمه 10 مليار دولار على حساب الصحافه، على حساب لاماب. نظن لاماب هي اللي قالت 10 مليار دولار. انا قريت الصفقات الصحف الفرنسيه. البيان هو اللي تكلمت عليه الصحافه، والمصدر تاع الاتفاقيات كان من عند لاماب. 10 مليار دولار. الاتفاقيات كانوا عندي تمس السكه الحديديه، قطاع المياه، السكه الحديديه كي نتكلم الانجاز هو مدوا لهم لي رام، مدوا لهم العربات شركه الستوم. واحد المجمع اسمه سيسترا ايجيس دا الدراسه، ومجمع الصيانه هو مشروع مجمع الماني فرنسي. داو ايضا محطات الطاقه، الانتقال الطاقوي، كاين فيها قرض، كاين فيها تطوير الالعاب الالكترونيه. هذاك ثاني بانت لي ابن الملك هو اللي دارها والله اعلم، هو اللي اكزيجاها يعني. فيها قلت لك قرض. نظن باللي المشاريع كلها، وهنا انا خطابي الجماعه من المملكه المغربيه، المشاريع كلها تصب في خانه فرنسا. يعني اذا كان شفنا لا بالونس، اذا شفنا الميزان تاع المشاريع في الجهه المغربيه والجهه يعني شكون مستفيد والجهه الفرنسيه، نلقاو الميزان هك. اللهم الا استثنينا القرض هذاك اللي قالت تمدوا فرنسا بقيمه 100 مليون والمنحه الاخرى اللي قالوا عليها. انت ما تشوفش باللي الاتفاقيات هادو كاين اللي روجوا لها قالوا باللي اكس ليبان تنين، ما تشوفش باللي هي اكس ليبان 2 يعني زاد رهن المغرب نفسه سنوات اخرى في اقتصاديا لفرنسا. هما راه قالوها المغاربه بشكل هو يعني بشكل هو واضح باش نكونوا واضحين. ما قالوا لهم اتفاقيه استثنائيه او شراكه استثنائيه متجدده. ما كاينش شي يعني شي تحليل وكذلك شي تفسير ديال تمديد الحمايه اكثر من هذه المساله. تمديد الحمايه بشكل هو اكبر تم يعني يوم امس تم الاعلان عليه. قالوا لها بانها اعاده هيكله وكذلك يعني تجديد الاتفاقيات بشكل هو استثنائي وكذلك بشكل هو هيكلي. وحنا على اي اتفاقيه تنتحدثوا مع فرنسا؟ تنتحدثوا على الاتفاقيات اللي هي في اطار المحميه الفرنسيه وعموما المغرب بانه ملزم كذلك يعني بمجموعه كذلك من الرضوخ وكذلك يعني يعني المساله ديال التبعيه الاقتصاديه لفرنسا. ولكن تطورات الامور الى ان المغسل اليوم يضطر كذلك الى اعاده النظر في الاتفاقيه، ليس للصالح ديالو بالمناسبه ولكن لصالح فرنسا، اعاده كذلك تمديد ما يتعلق بكل العقود الاقتصاديه ومنحها بشكل هو اكبر. جميع يتحدث اليوم وبشكل هو علني بان فرنسا بانها يعني الشريك الاقتصادي الاول، المستثمر الاول، وتم تعزيز الحضور ديالها ب 10 ديال المليار ديال الدولار في جميع القطاعات، ماشي جال القطاعات اللي تم جميع. ما كاينش شي مشروع، اي مشروع غادي يتم. نسيت الفوسفات ونسيت الميناء مشاريع مينويه بقيمه 285 مليون دولار، وهي عندها جزء من الفوسفات اللي هو مهم النصف اعتقد. وعلى الرغم من هذه المساله تريد فرنسا اكثر. شنو هو السبب؟ السبب هو ان امريكا سيطرت على الجرف الاصفر في الجزء ديالو الثالث علاقه بالاتفاقيه ديال التطبيع مباشره، احتكرت الجزء يعني
النصف ديال كذلك ديال الانتاج ديال الفوسفات في خريبكا الجرف الاصفر فيما يتعلق كذلك يعني بالجزء ديالو الثالث، ولكن تطمح امريكا بشكل هو اساسي بانها تسيطر على اكثر. نذكروا كذلك يعني على انا تتحدث على امريكا، نذكروا كذلك بان امريكا كانت عندها لقاءين في سياق الحضور ديال ماكرون، لقاء على المستوى ديال وزاره الدفاع او الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ثم كانت عندها كذلك لقاء اليوم يوم امس تم يعني على المستوى العسكري مع وفد اللي هو يعني من وفد لمجلس النواب الامريكي، واليوم وفد كذلك قام بلقاء بوريطه، وهذا ياتي في سياق ما يتعلق بحضور فرنسا والتوقيع على مجموعه من الاتفاقيات، اي ان هناك صراع امريكي فرنسي على الاستثمارات وكذلك على تمرير الصفقات العسكريه وغيرها كذلك من الامور. امريكا بطبيعه الحال تريد بشكل هو اساسي الحفاظ على المصالح ديالها وكذلك الحصول على كذلك يعني توفير مصالح ليها اكثر بسبب ملف ديال كذلك الدعم ديال المخزن في الملف ديال الصحراء الغربيه. نفس الامر كذلك اتى في سياق كذلك هذا الاعلان عن الاعتراف الفرنسي بسياده المغرب على الصحراء الغربيه وكذلك ما يتعلق يعني بدعم الحكم الذاتي هو الحاضر والمستقبل اللي ضحكوا به على المغاربه. ولكن قلب النقاش سواء كان بالنسبه لامريكا دابا الاشكال هو هذا، المغاربه ما تشوفوش الرهانات الاخرى، يعني الدوله الاخرى ماذا تريد، هي ما تتامنش، يعني تتامن بالمصالح ديالها. ماذا قدم المغرب كذلك كجزء من الثروات ديالو وجزء كذلك يعني من السياده الاقتصاديه ديالو، ماذا قدمه للامريكي وكذلك للفرنسي وكذلك للاسرائيلي وكذلك الخليجي باش يجي يدعمك انت في ملف ديال الاحتلال؟ ما كاينش، ضروري ما انك تعطيه الكثير. ثم فرنسا في واحد السياق ما بسبب تدخل بشكل هو عنيف امريكا تدخلها او كذلك محاوله كذلك استدراج المخزن او عموما يعني دعم المخزن في الملف ديال الصحراء الغربيه، نظرت بانها تتراجع بشكل هو كبير جدا الاقتصادات ديالها وبانها تسيطر عليها كل من اسرائيل الشركات الاسرائيليه وكذلك الشركات كذلك الامريكيه، ولكن بقى دائما ما يطبع كذلك الموقف الامريكي بقى ضبابي بواحد الشكل هو كبير ما بين الاعلان كذلك دعم الحكم الذاتي ثم الجزء الاخر اللي تاتي دائما بشكل هو متكرر داخل كذلك يعني الوزاره وكذلك الموقع الرسمي لوزاره الخارجيه الامريكيه يتحدث على ان الحكم الذاتي هو جزء كذلك حل من مجموعه من كذلك الحلول ديال التي سترضي تطلعات الشعب الصحراوي، تتحدث عليها بهذا الشكل. وبالتالي ظل الموقف الامريكي بانه ضبابي بالنسبه للمخزن ثم غير قوي اللي غادي يدعمه بشكل هو اساسي لانهاء هذا الخلاف. فاضطر المخزن بانه يعود الى فرنسا. فرنسا قالت لهم ديروا عليكم السياده، ولكن خاصك تحط الكاش هو انك تمكنني من جميع الاستثمارات وعقود طويله المدى، ثم تمكن كذلك يعني فرصه اللي هي مهمه جدا للشركات الفرنسيه، ثم كذلك تجعل جزء كذلك من كذلك من الاقتصاد ديالك هو تابع للاقتصاد الفرنسي على المستوى ديال الاستيراد وغيرها كذلك من الامور. ثم اكثر من هذه المساله هو ان تكون حصه اللي هي مهمه جدا من شراء كذلك ديال الصفقات او كذلك ما يتعلق يعني بعقد الصفقات العسكريه. تذكروا بان في هذا اللقاء تم تمرير مجموعه صفقه اللي هي مهمه جدا على المستوى العسكري ترتبط بالسلاح كذلك الجوي، السلاح الجوي ما تتحدث فقط عن المدني، السلاح الجوي لتوفره للمخزن. لم يتم اعلان على الرقم الحقيقي فيما يتعلق بتمرير هذه الصفقه، ولكن كانت هي كذلك مهمه بالنسبه لفرنسا ما دام ان المخزن خصص 15 مليار ديال الدولار هذه السنه او في قانون الماليه 2025. يجب على فرنسا بانها تحصل كذلك على جزء اللي هو مهم جدا وما توجهش الصفقات كالسنه الماضيه والسنه كذلك اللي كانت قبل منها توجه الى اسرائيل او توجه الى امريكا، وفرنسا تقوم يعني عموما بانها ما تحظى بحتى شي صفقه على المستوى العسكري، لان المستوى العسكري تكون فيه اموال اللي هي كبيره جدا. بدر باش نفهم حاجه برك، القيمه تاع الصفقه هذه، القيمه تاع الميزانيه تاع التسليح، قريت في موقع باللي راهي سنتين، يعني ال 15 مليار هذيك لسنتين 2024 2025. لا قانون الماليه فيه 15 لا داكور. هذه السنه في يعني رفعوها لاكثر 133 مليار ديال الدرهم، 15 مليار. وحاجه اخرى برك فيما يخص قضيه المروحيات اللي تكلمت عليهم، اللي انا قريت في موقع قال لك بين 800 و 600 بين 800 كاراكال هي. تكلمت قريت ثاني في موقع اخر باللي الامارات في مايو من 2023 كانت استغنت عن الصفقه والغتها
قال لك بسبب شروط، اولا فيما يخص الصيانه اللي حتكون تكلفه كبيره للصيانه، يعني الامارات اللي لا باس بها وما تديش صيانه، يعني شافت باللي الصيانه غاليه. وايضا فيما يخص الاستعمال نظن باللي داروا عليهم شروط في القيود، ما على باليش لا كان الخبر هذا انا قريته في نظن في زوج جرايد. مهم باش فتحت قوس برك يعني تمام. انا لا تمام هذه المسألة، وبالتالي هو توجيه كذلك الصفقة. حيث تذكر كذلك كان عندنا واحد الخطاب ديال ماكرون قبل ما يقوم بهذه الزيارة إلى المغرب، كان خطاب اللي هو قوي ضد أمريكا. قال بأنه يجب كذلك تحييد هذه العلاقات، وكذلك يعني التراجع على كذلك يعني على عموما دعم أمريكا في جميع الحروب ديالها، وأمريكا تهدد الأمن الأوروبي. وقالوا بأن أمريكا هي لا تقوم كذلك بدعم أوروبا فيما يتعلق بالتحديات ديالها. ثم في نفس السياق هو تتهم أمريكا، قال ورجع للصفقة ديال أستراليا علاقة بالغواصات سابقا، ثم أدان أمريكا بأنها سحبات منه ديك الصفقات وقامت بالسيطرة عليها علاقة يعني كذلك بالغواصات اللي كانت موجهة. كان واحد العقد ما بين كل من فرنسا وخلق كذلك واحد نظن 53 مليار دولار اللي لا اتذكر يعني الرقم، ولكن حاجه كيما 53 مليار دولار اللي داو الغواصات النوويه عوض الغواصات الفرنسيه. تماما. فهما دابا حاليا يعني كانت هناك إدانة من طرف ماكرون سابقا الى امريكا في اخر يعني في الاسبوع الماضي، كانت لي واحد يعني كذلك إدانة لامريكا. وبالتالي الامر يتعلق حقيقه بالمصالح من يقوم بالسيطره على جزء كذلك من تمرير الصفقات وغيرها من الامور. ماشي هناك موقف البعض حقيقه داخل المغرب يعتقد بان فرنسا هي غادي تقوم بدعم او الاعتراف بمغربيه الصحراء، او كذلك دعم المخزن في هذا يعني كذلك في الاحتلال ديالو الصحراء الغربيه. باطل كيف اللي يقولوا، باطل زعما لسواد عيون المغاربه، وهما تاريخيا عندهم الحق وهذا جبر ضرر وغير هكذا من الامور. لا، الامر هو يتعلق بالمصالح بشكل هو اساسي، وبالسيطره كذلك. هل سيقوم المخزن برعايه المصالح الاسرائيليه، او سيقوم بتوجيه كذلك الاستثمارات ديالو الى امريكا، او سيقوم بتوجيه الجزء كذلك اللي هو مهم جدا من الاستثمارات ديالو الى فرنسا؟ تظل يعني الامر بهذا الشكل، سواء تعلق الامر بالصفقات العسكريه، او كذلك ما يتعلق كذلك بالمساله ديال كذلك التعليم، او المساله كذلك ديال الاستثمارات في المجال ديال الطاقه، في المجال كذلك ديال تغير المناخ، او كذلك في البنيه التحتيه، او كذلك في مختلف المجالات. شكون اللي غادي يستحوذ على الاستثمارات المقبله اللي غادي تخصصها عموما يعني الحكومه المغربيه غادي تخصصها في هذه الميزانيه ديال 2025 2026 2027؟ شكون اللي غادي يقوم بالسيطره بشكل هو اكبر على الصفقات؟ هكا تتعامل معك امريكا، هكا تتعامل معك اسرائيل، هكا تتعامل معك فرنسا. ما تيهمهاش الملف ديال الصحراء الغربيه، هو تيهمها الصفقات اللي غادي تقوم بالحصول عليها، ثم تيهمها بشكل هو اكبر كيفاش غادي تستحوذ على جزء من السوق المغربيه اللي كذلك لتصدر يعني كذلك لتصدر السلع ديالها. هل غادي تكون لهم واحد المساحه اللي هي مهمه جدا، غادي يقدروا بانهم يديروا استثمارات على المستوى الداخلي ويقوموا بالاستيراد وكذلك بالتصدير؟ هذه امور اللي هي مهمه جدا، ماشيش بالنسبه لفرنسا. اما انه يتحدث خارج الاطار ديال الشرعيه وكذلك خارج الاطار ديال القانون الدولي ما تيعنيش. هو اللي تيعنيه 10 المليار، انا استحوذت على 10 المليار صافي، وقعوا عليها المغرب، وقع عليها المغرب. ثم المساله الثانيه ما يتعلق كذلك يعني خارج هذا الاطار هو النفوذ ديال فرنسا فيما يتعلق بصناعه القرار على المستوى السياسي بشكل عام، الداخلي والخارجي بطبيعه الحال. هل فرنسا ستقوم بفرض وجهه النظر ديالها على اساس انتقال السلطه، ام ان اسرائيل وامريكا غادي تدعم الجانب الاخر، وبالتالي غادي تقوي الحدود ديالها وغادي يكون عندها تقارب مع الامير رشيد وكذلك الاخوات ديالو؟ هذا كذلك معطى اللي هو مهم غادي يحدد لهم كذلك المصالح ديالهم. من غير هذه المسائل فيعتبر يعني الحديث على الملف ديال الصحراء الغربيه بانه فارغ وبدون اي معنى بالنسبه لهذه الدول. تعيش باطر. نهضروا اليوم على درك على الخطاب اليوم. انا اللي لفت نظري هما خلينا نقولوا نقطتين، الا مانيش غلط نقطتين، الا ما نسيتش الثالثه. تسخ الله يا ربي، ثلاثه. النقطه الاولى هو تكلم على الصحراء الغربيه. بالمناسبه لما تكلم على الصحراء الغربيه التصفيق اللي داه ما داهش من في فرنسا، عمره ما شاف تصفيق كيما هذاك. واللي كاينه نقطه اخرى انه تبان لي بلي كانت لا باساسيون دو كونسين، يعني قال واحد الكلمه، قال في قضيه الصحراء، قال سوف نعمل على الوقوف مع المغرب في المحافل الدوليه.
مم. يعني اليوم انا نظن باللي اشاره واضحه انه اليوم فرنسا هي اللي حتولى الملف. هذه النقطه الاولى. خاطب افريقيا وتكلم على افريقيا من البرلمان المغربي، غزل افريقيا والمشاريع، وسوف يعني نديو من المشاريع التجربه المغربيه في الصحراء وفي دول الساحل، وتجربه يقتدى بها. والنقطه الثالثه، هاجم المقاومه واعلن دعمه للكيان في حربه وفي حرب الاباده هذه من بين البرلمان. ما على باليش انت لا كان شت حاجه اخرى ولا نظن. لا هذو ثلاثه نقاط اللي هي مهمه باسكو جدا. الجزء الاول النصف ساعه الاولى تكلم على تقريبا فصل في الاتفاقيات. ما يهمش، لا ما يهمش تاريخيا، حنا ما تيهمش، حنا تيهمنا الصحراء الغربيه، تيهمنا الامتداد ديالها على المستوى الافريقي وعوده فرنسا للتاكيد بان عندها نفوذ في احد اهم الملفات. ثم المستوى الثالث هو الهجوم على المقاومه الفلسطينيه من داخل القبه ديال من داخل القبه ديال البرلمان المغربي، وامام وبالتصفيق ديال البطريق المغربي، يعني كالبطريق الحمير المغاربه كذلك داخل البرلمان وخارج البرلمان، تصفقوا على هذا، على ما يتعلق بهذا. شوف هذا المقال في هسبريس في 13 فبراير 2024. باريس تعول على الرباط للعودة إلى إفريقيا. سيجورني يكشف خطة ماكرون. وما تم الحديث عليه بشكل هو علني اليوم. شو كون على يقين بأن الخطاب اليوم ديال ماكرون لن يمر مرور الكرام، كونوا على يقين منه، لأن هذا الخطاب هو موجه لإفريقيا. اللي داروا اليوم هو موجه لإفريقيا، ثم موجه بشكل هو أساسي لمحور المقاومة، موجه كذلك المقاومة الفلسطينية، ثم موجه كذلك المقاومة اللبنانية بشكل او باخر. الامر هو يعني حقيقه يعني فيه تشابك كذلك تعقيدات فيما يتعلق يعني بالنظر ديال محور المقاومه، النظر لها يعني ما يتعرض عموما قطاع غزه. ننطلقوا اولا يعني من الواقع ديال الاعتراف. اولا ماكرون قال الصحراء الغربيه، ما تزيدوش، قال الصحراء الغربيه، قال صحراء اوكسيدونتال فيما يتعلق بالصحراء اوكسيدونتال، أي يتحدث على الصحراء الغربية بشكل هو أساسي. قال بأننا نحن ندعم السيادة ديال المغرب على هذه الأراضي، ثم ندعم المقترح ديال الحكم الذاتي. حنا تنستغربوا حاليا، يا إما السيادة ديال المغرب وخلي المغرب يدير الحكم الذاتي، يدير الجهوية متقدمة، يدير جهوية موسعة، يدير كاع غير جماعة، ما يديرش كاع فيها حتى شي نظام ديال الترابي كيف ما كان. لماذا تم الحديث على السيادة ديال المغرب، الصحراء الغربيه، السياده ديال المغرب، ثم تم الحديث على الزامه وكذلك يعني ربطه بالحكم الذاتي؟ خاصهم يتسائلوا المغرب، واش انت دابا حاليا واحد تيجي تيقول لك انت انا عندي غادي نعطيك تندعمك اولا تعترف لك بالسياده، وانت تتقول لي الصحراء المغربيه، هو جاي باش يقول لك تيخرجوا هذا البرلمانيين تصفقوا اعترف لنا بان المغرب هي بان بصحراء المغرب. الا كانت هي الصحراء مغربيه حقيقه او مغربيه، حنا تنتسائلوا لماذا تحتاج اولا الاعترافات، هذا جزء. لماذا التطبيل فيما يتعلق يعني بهذا الدعم الفرنسي، وانت تتقول بان فرنسا هي الشر كله، وفرنسا هي المستعمر، وفرنسا هي من تقسم المغرب، وفرنسا هي من تحيك كذلك يعني مجموعه من المؤامرات على المغرب، وفرنسا تتخوف من صعود المغرب، والمغاربه هما غادي يكونوا قوه اللي هي اقليميه وغيرها كذلك من الامور. لماذا يحتاج اليوم المخزن بانه يعني يحصل على اعتراف من فرنسا وداخل قبه البرلمان؟ مساله اللي هي مهمه جدا. اولا ما يتعلق يعني بالاعلان ديال هذا الاعتراف بهذا الشكل داخل قبه البرلمان المغربي، حنا تنتسائلوا، وهذا كذلك ما تم يعني ردود الفعل على المستوى الداخلي، يعني ردود الفعل على المستوى الفرنسي. هل تتوفر فرنسا هل هي القاضي على سبيل المثال؟ هل هي كذلك يعني يعتبر بانه مركز كذلك ديال المنتظم الدولي؟ هل فرنسا هي اللي غادي ستقوم بالحسم في هذا الملف بشكل او باخر؟ بطبيعه الحال لا. فرنسا هي جزء من المنتظم الدولي، فرنسا هي كذلك جزء من مجلس الامن، هناك امريكا، فرنسا، بريطانيا، هناك كذلك الصين، وهناك روسيا. تعتقدوا بان هذا الاعتراف الفرنسي اللي هو خارج الاطار ديال الشرعيه الدوليه وكذلك القانون الدولي والقرارات القضائيه خاصه الاوروبيه، تعتقدوا بانه غادي يمر مرور الكرام من طرف روسيا؟ لن يتم، يعني عموما ما غاديش يكون غادي تقبلوا روسيا باي شكل من الاشكال، لان هذه البلطجه اللي قامت بها حاليا فرنسا والخروج من الدائره كذلك ديال الحياد، واخا كان الحياد اللي هو سلبي حقيقه لصالح المغرب،
من طرف أمريكا وكذلك من طرف فرنسا منذ 1975 إلى حدود الآن. ولكن الخروج بهذه المسألة والتأكيد بأنها هي غادي تنهي هذا الخلاف، شكون هي فرنسا؟ هناك روسيا تستطيع طحن فرنسا طحنا، وقد تلقى ماكرون إهانة من طرف بوتين في سياق الانطلاق ديال الحرب الروسية الأوكرانية، تلقى أكبر إهانة تلقاها، ثم تم طرده من الدول ديال الساحل الصحراء اللي بالمناسبة كانت تابعة يعني للاستعمار الفرنسي، تم طرده بشكل اللي هو نهائي من هذه الأراضي بسبب النفوذ وكذلك بسبب الاستراتيجية ديال روسيا. حنا تنتحدث حاليا على أن فرنسا ربطت نفسها بشكل اللي هو مصيري بملف الصحراء الغربية. كيف لا ربط نفسه المخزن سابقا بملف ديال الصحراء الغربية في وجوده بإفريقيا وفي المصالح ديالو، وكذلك في علاقته مع الدول ديال الجوار، وعلاقته كذلك حتى مع الاتحاد الأوروبي. اليوم يأتي الأمر على فرنسا بأنها تتربط المصالح ديالها بإفريقيا، تتربطه بالصحراء الغربية، وتتأكد على أنها ستحسم في هذا الملف أمام من؟ أمام الصحراويين؟ لا، أمام إفريقيا، أمام المنتظم الدولي، وأمام كذلك القانون الدولي، وأمام الشرعية الدولية، وأمام كذلك القرارات الصادرة من طرف محكمة العدل الأوروبية. مسألة أخرى، ردود الفعل اليوم الفرنسية كيفاش أتت؟ ردود الفعل الفرنسية اليوم تقول بأن هذه مسألة اللي هي تعتبر بأنها يعني فرنسا تقوم باتخاذ قرارات خارج إطار الشرعية الدولية. هذا قرار اللي هو يعني مرفوض رفضا باتا، بأن فرنسا تخرج من المكان ديالها اللي تعتبر بأنه عموما احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوم بماذا؟ بالبلطجة ضد من؟ داخل مجلس الأمن، داخل المنتظم الدولي، داخل الجمعية العامة، داخل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، داخل الاتحاد الأوروبي، داخل المفوضية ديال الاتحاد الأوروبي، داخل مجلس الأمن، امام كذلك القرار الصادر، يعني تعاكس حتى القرار الصادر من طرف محكمه العدل الاوروبيه. ملي تتقول لك انت محكمه العدل الاوروبيه اليوم تتقول لك بان ما يتعلق باقليم الصحراء، اقليم الصحراء الغربيه واقليم المغرب بانهم اقليمين متميزين، وتجي فرنسا من قلب كذلك يعني سياسيا من قلب كذلك الاتحاد الاوروبي وتتقول لا حنا ندعم السياده ديال المغرب. انت تتقول لي بانك انت بغيتي تستعمل البلطجه امام امام المحكمه بشكل هو مباشر، لان هذا التصريح ديالو هو يواجه القرار القضائي اللي صدر مؤخرا من طرف محكمه العدل الاوروبيه بشكل هو اساسي، وتم تاكيده من طرف كذلك رئيس ديال محكمه العدل الدوليه. يعني اخر تصريح تم كذلك داخل اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار، قال لهم بان القرار الصادر في 1975 يعتبر بانه قرار اللي هو ليس باستشاري فقط، بل هو ملزم للمغرب فيما يتعلق بهذا النزاع. وبالتالي حنا تنتحدث على ان فرنسا ولات تتاخذ وجهه النظر او انها دخلت مع المغرب في هذه البلطجه. نقدر بان نمشي بعيد ونقول بان المخزن قام بتسليم الملف ديال الصحراء الغربيه لفرنسا بشكل هو اساسي، قال لها بانك انت اللي خاصك تواجه هذا الملف، وانت كذلك دفعتيني في هذا الملف منذ السبعينات من القرن الماضي، وانت خاصك تحملي فيه المسؤوليه، وانت اللي خاصك اليوم تقومي بالحلحله ديال هذا الملف لانه اضحى خطرا على الوجود ديال الملكيه داخل المغرب. تفضل. ولا ننتقلوا للجزء الاخر فيما يتعلق بافريقيا؟ لا غير تفضل انا غيرت الصوره برك. تمام، فانا غادي ننتقل للجزء الاخر اللي غادي يرتبط بافريقيا. يعني دابا ها هو اشكال عنده في اوروبا، وغادي تكون فيها ارتدادات اللي هي كبيره جدا، وكذلك ارتدادات داخل مجلس الامن اللي تعتقد بان فرنسا هي قوه عموما، القوه اللي غادي تكون هي قوه استعماريه، قوه قويه، قوه اللي هي ما يقدرش بان يواجه. فرنسا لا تستطيع مواجهه روسيا باي شكل من الاشكال. روسيا توجد داخل بشكل هو اساسي، روسيا توجد داخل مجلس الامن ولن تقبل هذه البلطجه، كونوا على يقين هذه المساله. واخا حنايا بعيد على هذا الملف ديال البلطجه ديال ماكرون من داخل داخل كذلك البرلمان المغربي تيقوم بالبلطجه والتاكيد بانه سيقوم بمواجهه الشرعيه الدوليه والمؤسسات، وشرعيه كذلك القرارات الصادره من طرف المؤسسات الدوليه. وكيفاش حنا ما فهمناش كيفاش ننتقل من الصحراء الغربيه واليوم تيتحدث مع من داخل كذلك هذا البرلمان المغربي توجه رسائل الى مالي، توجه رسائل الى ليبيا، توجه رسائل الى منطقه الساحل والصحراء، توجه رسائل كذلك الى افريقيا، وتيقولها هكا، تيقول لك باننا حنايا اليوم عندنا تقارب وتطابق في وجهات النظر مع المغرب من اجل بسط النفوذ الفرنسي واعاده فرنسا
وقوه فرنسا داخل افريقيا، كي غادي تقبلوا هاد الدول الاخرى. يعني رشمهم، حنا فين نقولوا رشمهم. ماكرون اليوم رشم المغرب مباشره، قال لهم بان هذه الدوله ليست بدوله تنتمي الى افريقيا، هذه بوابه، هذه حديقه خلفيه، هذه محميه، هذه مرحاض، حسبها انت كيف اللي غادي تحسبها. حنايا غادي نقوموا باعاده بسط نفوذنا اقتصاديا داخل افريقيا، ولكن عبر الوجه المغربي او عبر المغرب. حنا غادي ندخلوا عبر المغرب. هو تيتحدث يعني غير مقبول. لا توجد اي دوله اليوم بافريقيا غادي تقوم بنفس كذلك يعني بغباء، غادي تسمح لماكرون بانه يقوم بتوجيه الخطاب ديالو الى افريقيا عبر البرلمان ديالها او عبر المؤسسات ديالها. لقاء صحفي كنا نفهموه، تحدث في لقاء صحفي، تحدث على روحك، قول لي بغيتي تقوله، ولكن غادي تتحدث انت داخل المؤسسه وتوجه الخطاب ديالك الى افريقيا وتقول بان فرنسا ستعود، وفرنسا ستقوم كذلك برعايه المصالح ديالها، وفرنسا ستحدث شركات اقتصاديه، ومعانا المغرب وغادي نديروا شراكات وعندنا نفس التوجه وغادي نبسطوا النفوذ ديالو. يعني هذه الدور ديال القواده، ماشيش دور المغرب دابا حاليا يلعب الدور ديال القواده داخل افريقيا. كل هذا الكلام اللي قالوا اليوم كون على يقين بان غادي تكون فيه ارتدادات اللي هي قويه جدا على المستوى الافريقي، هذه ما فيهاش. ثم حنا الى رجعنا للبلاطوات ورجعنا للسياسيين ورجعنا للدبلوماسيين ورجعنا للقاءات ديال ماكرون او الموقف ديال هذه الدول من فرنسا بشكل هو عام، ورجعنا كذلك يعني الدول الانجلو ساكسونيه، الجميع يرفض رفضا باتا ما يتعلق بالحضور الفرنسي. فالمغرب اليوم سمح لفرنسا بانها تقوم بتوجيه كذلك يعني التاكيد على حضورها عبر المغرب، وبانها غادي ترجع عبر المغرب. هي طردت ثم قال لك لا حنا غادي نرجعوا ولكن عبر المغرب. كي غادي يتعاملوا لاحقا مع هذه الدول الافريقيه، هذا ضرب المصالح اولا المغربيه، ثم بان بالك بدر واش تفكرت اول كي قال الكلام هذاك وقال ما تفعله المغرب في الساحل، تفكرت المبادره الاطلسيه لتسهيل دول الساحل الولوج الى تفكرت طول هذيك تفكرت طول المشروع هذاك. تما انا نقول لك برساله هكا بصفه غير مباشره، ماكرون قاعد يقول باللي القفاز ولا خلينا نقولوا الوكيل تاعنا في المنطقه هي المملكه المغربيه، هو المخزن هو الوكيل تاع فرنسا في المنطقه ولا في القاره. وعجبني في واحد اللقطه قال لهم بلدي والله انا انتمي الى افريقيا، والله قال واحد الكلمه كيما هكا انتمي، والله انا على باليش لا كان شفيت عليها ولا لا ماذا لا في سياق الكلام تكلم على افريقيا زعما يغازل افريقيا، يقول وكنا دائما كنت انتمي الى افريقيا وان افريقيا هي تمام. يعني هو كان خاصه واحد المساحه باش يعود الى افريقيا بالمناسبه، يحاول بانه يعني يحلحل كذلك الملفات ديالو الساخنه خاصه بمنطقه الساحل والسلام. ثم تدخل بشكل هو سافر تحدث على مالي، غير مقبول بانه تحدث على مالي من كذلك يعني من برلمان اخر، وانت عندك مشاكل بمالي وعندك كذلك تم طردك بمالي. ثم يتحدث كذلك عن الملف الليبي، والملف الليبي هو تم طرد حتى بورقه من الملف الليبي بشكل هو اساسي. ثم يعني هذا يعني اللي كان عموما تعتبر ان الخطاب كان متوافق عليه، ولكن ما قام به ماكرون هو فتح المخزن بان جميع التحركات ديال المخزن داخل المنطقه هي تحركات يقف خلفها باريس بشكل هو اساسي، يا اما باريس تل ابيب واشنطن، ولكن دائما لا يتحدث المخزن يعني عبر المشاريع ديالو الخاصه او كذلك الاراده ديالو التصور ديالو الخاص، هو مربوط باجندات. اليوم هو مربوط باجندات اللي هي فرنسيه، فتتحاول فرنسا بانها يعني تستعمل المخزن او المغرب من اجل العوده الى افريقيا. كان هذا عنوان صريح حقيقه. الجزء الاخر الثالث هو ما يتعلق بالشرق الاوسط. الانتقال للشرق الاوسط هذا كان تعسف. يعني كيفاش دوله الرئيس ديالها هو رئيس لجنه القدس، على الاقل كان يحشم واحد شويه يقوم يعني بمهاجمه المقاومه الفلسطينيه، يعتبرها بانها بربريه. ثم المشكل راهو ذكروا المشكل في الخطاب تاعو، راهو تكلم على انه رئيس لجنه القدس او قالها له باسكو يسمع هو الحوايج هذو محمد السادس تماما. وقالها بشكل هو عادي، قال لك بان نحن ندين يعني حركه حماس ونعتبر بان ما قام به هي هجمات اللي هي همجيه بهذا الشكل بربريه. ثم تحدث على ان اسرائيل عندها الحق ديال الدفاع على نفسها. يعني
في المغرب. في المغرب مباشره غادي تقول هذه المساله، وعندك نتايا بين قوسين مول العكاز هو رئيس لجنه القدس. يعني غريب جدا هذه المساله بانه تسمح بها، وهذا والبرلمان دير كذلك مثل الذباب الالكتروني، مثل كذلك العياشه اللي كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي تتصفق على ماذا؟ تتصفق على ادانه حركه حماس، وكذلك اعطاء الشرعيه لما تقوم به يعني اسرائيل من اباده جماعيه ضد الاخوان ديالنا الفلسطينيين. كان هذا كذلك يعني واحد الخطاب اللي هو سافر، خطاب كذلك تاكد التواطؤ ديال المخزن، تاكد كذلك بان النظره ديال فرنسا، بان النظره ديال المخزن تتقاطع مع النظره ديال فرنسا، تتقاطع مع النظره ديال اسرائيل، تتقاطع مع النظره الامريكيه، تتقاطع كذلك مع النظره الالمانيه، وكذلك النظره ديال مجموعه من الدول ديال الغرب، بانه ينظر الى المقاومه الفلسطينيه على اساس انها ارهابيه، وبان ما يتعلق يعني باسرائيل بانها الخير كله، بانها عندها الحق بانها تدافع على نفسها. هذا كذلك تاكد بان كل يتورط فيه المخزن كان ليس بسوء نيه او بدعايات او بروباغندات، بان كل تورط فيه المخزن مع اسرائيل في هذا العدوان الاسرائيلي بقطاع غزه بانه كان بقرار اللي هو رسمي، وكان كذلك يعني بواحد الاراده اللي هي ذاتيه. احنا ما تنفهموش حاليا، انا ما فهمتش حقيقه يعني هذا يعني السماح لماكرون بانه يقوم ب يعني اولا اهانه المقاومه الفلسطينيه، ثم كذلك اعطاء شرعيه وكذلك اعطاء تبريرات لما تقوم به اسرائيل بقطاع غزه. يعني كان هذه كذلك يعني واحد الخطاب اللي هو بالمناسبه رسمي، مش خطاب اللي هو انا نقدر بان نتقبل بان ماكرون بشكل او باخر بانه يقوم بواحد اللقاء صحفي، يتخصص ليه لقاء صحفي، يهضر في البيت ديال الضيافه ديالو، يقول اللي بغى يقوله. ما تقول لي غادي تقول ماشي شي اشكال، ولكن تقولوا داخل يعني برلمان مغربي، فهذا تعني فيما يعني بان هناك توافق بان كل كلام اللي صدر من ماكرون هو يعبر عن الموقف الرسمي ديال المخزن. لا بدر، وحتى هو ثاني قال لما تكلم قال ان توافق ورانا متفقين في كلش، قال نقدروا نختلفوا ولا نتقابضوا غير في كرة القدم، وبدا عاود لهم هذيك تاع شويه ويقول لهم رابع منتخب رابع كاس العالم. يضحك على المغاربه وصافي. كاينه واحد النقطه اخرى برك انا حبيت نسالك فيها، واش رايك نتايا علاه ماكرون تعمد في الخطاب تاعو يقول واحد الكلمات، مثلا قضيه قال ملك محمد السادس رئيس لجنه القدس، وقال نشكره على مجهوداته في ادخال المساعدات الى الفلسطينيين في الوقت اللي بالمناسبه في الوقت اللي وكاله غوث اللاجئين اعلنت البارح باللي في اسرائيل قررت انها تحبس انشطتها، توقف انشطتها بكل في يعني حيزيدوا يقتلوهم بالجوع. ما تشوفش باللي خلينا نقولوا فرنسا فهمت باللي كاين واحد لو ميساج، كاين واحد الرساله يحبوا يسمعوها في المغرب، هي قضيه هذه امير رئيس لجنه القدس، وباللي احنا اللي دخلنا المساعدات، وحنا بفضل علاقاتنا مع اسرائيل وعلاقاتنا الدوليه. ما تشوفش باللي فاق بالنقطه هذه وقاعد يلعب عليها، يعني باش يعطيهم مش حابين يسمعوا. لا هو بطبيعه الحال هو مادام انه الفعل اصلا كان مقبول، وهذا التحرك كان مقبول حتى من طرف اسرائيل، يعني هما تنظروا على ان هذا الموقف وكذلك السماح بدخول المساعدات بانه تنقذ المخزن من يعني من الحاله ديال التامر كذلك الاتهامات. فتيجي دابا مره اخرى ماكرون تاكد على ان المغرب بانه كذلك جزء من العمليه ديال السلام، يعني خليوكم بعيد، دخلوا مساعدات وخليوكم بعيد فيما يتعلق يعني بهذا النقاش، وحدكم فقط المساعده وما تدخلوش فيما يتعلق يعني كذلك باستراتيجيات المضارة، كذلك الإبادة الجماعية، كذلك ما يتم كذلك ترتيبه داخل المنطقة. انتم يعني حافظوا على هذا المنطق ديال انكم تكونوا تدخلوا انسانيه، وحنا غادي نساعدكم باش كذلك نلمعوا لكم الصوره ديالكم. هذه يعني حتى رساله كانت واضحه حتى من طرف اسرائيل بانه كلما تدعمها سياسيا دبلوماسيا وتدعمها كذلك حتى اقتصاديا وعسكريا، هي تتسمح لك باش انك تقوم بتلميع الصوره ديالك، وكذلك بانك تختبئ على هذه الامور في محاوله كذلك عدم اثاره الغضب الشعبي، حيث يعني الغضب الشعبي هو مهم في تقديري، هو مهم جدا بالنسبه للمخزن، لان الملف ديال فلسطين يقدر بانه ينقلب حقيقه داخل المغرب الى ملف اللي هو عموما يعني يكون فيه امتداد اللي هو سياسي، امتداد اللي هو اجتماعي، امتداد كذلك اللي هو شعبي. بالتالي انا تنشوف بشكل او باخر يعني بان مثل هذه التصريحات هي يعني بحال ذاك رجل الاطفاء تيقول بان راه المغرب راه عنده دور، ولكن دور اللي هو محدود،
دور وفق كذلك المنطق ديال اسرائيل ومنطق كذلك ديال فرنسا ومنطق كذلك ديال امريكا لا يمكن تجاوزه، سواء في الخطابات، سواء كذلك في السياسات الخارجيه، سواء كذلك على المستوى كذلك ديال الادانات، حتى فيما يتعلق يعني باقحامه في هذه الحرب عنده دور، ولكن دائما خاصو يحافظ على ماء الوجه، باعتبار انه مدى الشعب هو يعني الى حدود الان جزء اللي هو كبير جدا من الشعب المغربي بانه يدعم القضيه الفلسطينيه وغيرها. هناك يعني محاوله خلق توازن على المستوى الداخلي. زيدني سؤال والله زوج برك على بالي ديك عيان. شوف انا ما نطولش عليك. ما توقعش انت فيما يخص قضيه الصحراء لما قال فرنسا سوف تدعم المغرب في المحافل الدوليه، ما توقعش باللي هذا يحكي على الصراع المحتمل في مجلس الامن في هذه اليومين هذو الجايين فيما يخص بعثه المينورسو، انه حيكون ترمي فرنسا بكل ثقلها في الملف، وربما يستدعي ايضا استعمال الفيتو، ربما ما على باليش، ولكن الشيء المؤكد اني نشوف فيه باللي حتخلي فرنسا. النقطه الثانيه، السؤال الثاني، وعلى بالي بك راك عيان مداير وشو اسمح لي راني نشوف فيك النقطه الثانيه اللي حبيت نتكلم فيها فيما يخص الموارد الماليه، 10 مليار دولار لفرنسا اللي حتخلي شويه الاقتصاد المغربي ولا الشركات الاقتصاد الفرنسي ولا الشركات الفرنسيه تتنفس شويه. ما تشوفش باللي حيزيد يفرض يعني ضغط كبير على المواطن في المملكه المغربيه، يعني يرى يستنى فيه يعني اكثر من ما راه يعيش فيه درك الان. تمام. السؤال الاول اللي قلت لي ديال الصحراء الغربيه، اولا التسريبات اللي تخرج الى حدود الان يعني اليوم غدا غادي يكون وضوح فيما يتعلق يعني بالقرار اللي غادي يصدر من طرف يعني مجلس الامن. التسريبات كلها تتاكد على تمديد فقط يعني بنفس امر الواقع، تمديد ما يتعلق يعني بهذا ولايه المينورسو، والحفاظ كذلك على نفس التوازن بشكل او باخر، الحفاظ على نفس التوازن، ما غاديش يكون فيه شي تحول اللي هو كبير جدا. بالتالي يعني ما نظرش بان فرنسا غادي تحتاج لاستعمال الفيتو. استعمال الفيتو فقط اذا تدخلت يعني روسيا بشكل اللي هو كبير جدا. واقع الامر بان الملف ديال الصحراء الغربيه هو رهين بملفات اخرى داخل مجلس الامن، رهين بالقضيه الفلسطينيه، رهين كذلك بالحرب الروسيه الاوكرانيه، رهين يعني بموازين قوى اللي هي اخرى، وكذلك يعني بصراعات اللي هي دائره في مناطق اخرى اللي هي عليها واحد الضغط اللي هو كبير، يعني مؤثره، نعتبرها مؤثره على الاقتصاد، لان ما يدور حاليا في الشرق الاوسط هو يؤثر حتى على السعر ديال البترول، يؤثر كذلك على الامدادات، كذلك على التجاره الدوليه او التجاره العالميه. رهن كذلك البحر الاحمر اللي هو تشكل 11% من التجاره، بانه رهنوا يعني في واحد الواقع اللي هو جديد داخل هذه المنطقه. بالتالي على المستوى الاقتصادي ما نضروش على ان الصراع ديال الصحراء الغربيه على المستوى الاقتصادي بالنسبه لهذه الدول هو غير مؤثر، ولكن يقدر بانه ياثر يعني اذا انفجر ياثر على المستوى ديال الهجره، عدم الاستقرار بشكل هو اساسي، عدم الاستقرار وفوضى وغيرها كذلك من الامور، ولكن على المستوى الاقتصادي ما يضرش بزاف. وبالتالي هو يقع حقيقه داخل مجلس الامن في المرتبه الثانيه من بعد القضيه الفلسطينيه، ولكن يقع على المستوى الفعلي في المرتبه الثالثه امام الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكذلك الحرب الدائره بالشرق الاوسط، ثم الحرب ديال كذلك الدائره بشمال افريقيا في الحد ديالها الادنى حسب كذلك الوصف الاممي. فما نظنش بان يعني تحتاج دابا حاليا فرنسا بانها تقوم باستعمال الفيتو. انا ما نظنش، ولكن غادي يبقى دائما يعني واحد النقاش اللي هو دائر ما بين صاحب القلم مدعوم بفرنسا ضد كذلك ما يتعلق يعني بالتوجه الاخر اللي تتقوده كل من الصين وكذلك روسيا بشكل اساسي، وغادي يحافظوا على نفس المستوى فيما يتعلق. ولكن التطور فيما يتعلق يعني بهذا النزاع، ولكن التطور اللي هو ملفت للانتباه هو القرار الصادر من طرف محكمه العدل الاوروبيه، وكذلك يعني هذه القوه وكذلك المصالح ياخذوا الملف ديال الصحراء الغربيه. يقدر بانه هاد الزياره وكذلك هذا الاعتراف بهذا الشكل هو استباقي، يعني المخزن والتي تكسر بزاف امام يعني هذا السقوط يعني المستمر، وكذلك هذا الجمود ديال الاتحاد الاوروبي، وعدم كذلك يعني عموما بان الاتحاد الاوروبي هو رهين كذلك احترام السياده ديال المؤسسات ديالو وكذلك التصور العام بهذا الشكل. ثم ان المخزن ضعيف على المستوى الافريقي. تذكر بان اللقاء ديال طوكيو حصدات الجمهوريه الصحراويه 54 صوت
في البيان الختامي فيما يتعلق يعني بالحضور ديالها في الانشطه ديال الاتحاد الافريقي، وبالتالي هذه انتكاسه على الرغم من انه تيحصل يعني عنده 21 قنصليه حسب كذلك الادعاء ديالو 21 قنصليه، وما كان حتى شي دوله من هذه الدول اللي عندها قنصليات ساعدته فيما يتعلق يعني بمواجهه يعني الحضور ديال الجمهوريه الصحراويه في اللقاء التحضيري بطوكيو استعدادا لالتقاط السعود. فهو يعني هناك ظن وكذلك اعتقاد بان الملف ديال الصحراء الغربيه والتي خرج له من يديه وما قدرش بانه يواجهه امام كل هذه التطورات وكذلك يعني هذه الموجه التي تشهدها يعني خاصه الافريقيا على المستوى الافريقي. فتلجا دابا حاليا لفرنسا امام اي تطور كيفما كان من اجل استعمال يعني الفيتو، وكذلك تقوم بكذلك يعني باقحام فرنسا في هذا المشكل. دابا حاليا ولا المشكل فرنسي ماشي مشكل مغربي، دابا هذا ولا مشكل فرنسي بالنسبه لفرنسا، هي خاصها تثبت القوه ديالها والنفوذ ديالها على المستوى الدولي وكذلك على المستوى الافريقي في هذا الملف، وتواجه يعني افريقيا وكذلك الاتحاد الاوروبي كيف شرحت وكذلك مجموعه من الدول، وتواجه روسيا داخل مجلس الامن. هذا جزء انا ما تنعتقدش بانه غادي تستعمل الفيتو، ولكن غدا غادي يبان كل شيء. احنا اليوم نيت حنا تنتحدثوا على ان القرار غادي يصدر. فعلى المستوى الاخر كنت تحدثتي على يعني هذا 10 المليار. 10 المليار هي موجهه للاستثمار، يعني غادي تنفع فقط يعني نعتبره الشركات الفرنسيه. الشركات الفرنسيه غادي تستفد منها، غادي تستفد من اليد العامله، غادي تستفد من توطين كذلك الصناعات ديالها، توطين كذلك الاستثمارات ديالها، الحصول على الصفقات داخل المغرب. يعني غادي يكون ربح يوصل 90%، بالاضافه كذلك الى التحايل وغيرها كذلك من الامور. غادي تسمح كذلك لمجموعه من الشركات المغربيه بانها تدخل في هذه الصفقات باسهم، خاصه ان الصفقات الكبرى تتم يعني ما بين شركات بشكل اللي هو 3 شركات 4 شركات، غادي تقحم فيها كذلك حتى الشركات الاسبانيه والشركات الفرنسيه والمغربيه، وغادي تكون حصه الاسد لفرنسا بشكل هو مستمر. ولكن هاد 10 المليار بطبيعه الحال هي غادي تصدر من طرف الشعب المغربي، وهي موجهه لاقتصادات اجنبيه، وفي نفس الوقت هي على المستوى الداخلي تنتفع من اليد العامله ثم من الاعفاءات الضريبيه، تستفد كذلك يعني مجموعه من الامتيازات. وبالتالي الربح غادي يكون يعني الربح ديال هاد 10 المليار كاستثمارات على المستوى المتوسط والمستوى البعيد غادي يكون مهم جدا للشركات الفرنسيه بشكل هو اساسي، ماشي فقط الاستثمار الحصه ديالو، ولكن الارباح اللي غادي تنتج من هذا الاستثمار. هذا بدا بشكل هو مستمر تضعف من الاقتصاد ديال المغرب، تيقوم كذلك باضعاف كذلك الشركات الوطنيه. ما تحدثش انا على الاحتكاريه يعني الهولديغات وداك الشيء، تتحدث انا على الشركات المغربيه الوطنيه اللي بدات من الصفر والمتوسطه، وهذا تضعفها بشكل هو اساسي وتمنح التفوق للشركات الاجنبيه فيما يتعلق بالتدبير والسيطره على السوق، ثم تعزز بشكل هو اخر الحضور ديالها السياسي، لان الاقتصادي ترتبط بالسياسي فيما يتعلق بالمساله ديال التشريع، فيما يتعلق كذلك بالصفقات، التصور كذلك السياسات العموميه اللي غادي تنتج لاحقا في تدبير واحد القطاع على قطاع اخر وغيرها كذلك من الامور. يعني غادي تتحكم في اجزاء اللي هي مهمه جدا من سواء يعني من صناعه القرار السياسي وكذلك حتى في المجال الاقتصادي. الله يحفظك السي بدر، شكرا لك، تحيه لك كبيره. كش ما عندك حد تزيد ولا؟ لا بارك ربي يهنيك، شكرا. شوف بالرغم من اني والله على بالي اليوم راه كان يوم شارجي بزاف بالنسبه ليه، بصح انا نقول كلمه والله منين نعرضوا يجي. نشكرك بزاف سي بدر، نشكرك على اجابه الدعوه، ونشكرك على الساعه هذه اللي قضيناها والكلام المليح اللي قلته، يعني المعلومات. يعطيك الصحه، خلاصه العصير تاع خلاصه الاحداث يعني. الله يحفظك، شكرا لك، جد سعيد يعني كل مره كي تجي عندي، جد سعيد خويا العزيز، ربي يحفظك، تحيه لك، الله يقدرك وبارك الله فيك، ربي يهنيك. فرصه اخرى ان شاء الله، كيما ما تحتاج عيط لك على بالك. ضروري، شكرا جزيلا كذلك الاخوان كذلك اللي تابعونا في هذا كذلك عبر المنصه ديالك، تحياتي، ربي يهنيك، شكرا لك. خوتنا راه الحال اللايف راه مفتوح، عنده حوالي قداه حوالي 3 سوايع، وانا على بالكم باللي ما نمشيش ندير فوق ساعتين ونص. يعطيكم الصحه. تكبيس بارك الله فيكم، الناس اللي بارطاجات حبيت نشكرها، الناس اللي بارطاجات، الناس اللي خلاتنا نديروا لايف مزيان،
اللايف هايل. غدوه نحاولوا ان شاء الله نزيدوا نجيبوا معلومات اخرى، نحاولوا ان شاء الله يعني نستثمروا وقت على الاقل نمدوا لكم محتوى يشبه شويه. نشكر الناس اللي كبست، الناس اللي بارطاجات، الناس اللي دعمت. هادو هما كلش، هادو هما راس المال تاع الانسان. يعطيكم الصحه خاوتي العزاز، هذا هو الشيء اللي يخليني نزيد نكمل معكم. تحيه لكم، تصبحوا بخير ان شاء الله، وغدوه ان شاء الله واقع افضل ان شاء الله. السلام عليكم.